السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. صراحة ما كنت أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع، وهو موضوع الكعبة في كربلاء، لأن الموضوع لا يستحق أن نخوض فيه، ولكن إلحاح الإخوة في التعليقات، وأيضا شاهدت هذه الهجمة الشرسة من أتباع السقيفة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، فقررت أن أقسم ظهورهم إن شاء الله كالعادة. دعونا نشاهد أولا ماذا يقول أحد أحفاد يزيد الذي فرح وأخذها فرصة للتشنيع على الشيعة. طب ماذا بقي من شعائر الإسلام؟ بقي الحج. ماذا فعل الشيعة؟ عملوا كعبة. نشوفهم بقى ونشوف كعبتهم اللي عملوها في كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن اليوم وهو أول خميس في رجب في كربلاء. إن الشيعة في العراق أصبحوا مثل إبرهة الحبشي. إن الشيعة في العراق أصبحوا أحباش، مشركين، ملاحدة، مجوس، زنادقة، لأن هذا الفعل لم يفعله أحد في تاريخ العالم القديم حديثا وقديما إلا إبرهة الحبشي حينما صنع القليس في اليمن ليصرف العرب والناس عن كعبة الله. يقول هذا المنافق أن الشيعة بنوا الكعبة في كربلاء لكي يصرفوا الناس عن الكعبة الحقيقية في مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الله. من قال لك هذا؟ هؤلاء الوهابية لأن دينهم بدأ بالانقراض، وبعد فضيحتهم وفضيحة دينهم الدموي الأرهابي الإجرامي بدأوا يستغلون أي شيء ضد الشيعة. أي شيء يفعله الشيعة يطيرون به للتشنيع على الشيعة، وكأن هذه القضية وضع مجسم للكعبة في بلاد أخرى شيء جديد. أول مرة في تاريخ الإسلام يوضع مجسم للكعبة في بلدان أخرى. هذه الكعبة يا كذاب وأنت تعلم أنك كذاب هي فقط مجسم وضعه الشيعة بمناسبة احتفال ولادة الكرار الغير فرار الذي داس على أنف جدك عمر ومرغ أنفه في التراب. فهذه الكعبة غايتها هذه: احتفال بذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي ولد في جوف الكعبة وليس كجدك عمر. وحين تنتهي المناسبة يزيحون هذا المجسم كأن شيئا لم يكن. وليست هذه أول مرة، بل من قديم يفعلون نفس الشيء. هذا كل ما في الأمر. هل أنت يا منافق لا تعرف هذا الشيء؟ أكيد تعرف، وتعرف جيدا لماذا وضع هذا المجسم في كربلاء، ولكن لأن الحقد الدفي تجاه الشيعة جعلك تكذب على نفسك وعلى القطيع الذين يصفقون لك. فيا لفضيحتك وجهلك. أردت فتح الشيعة ففضحت نفسك. ألم تنتبه يا حاقد أن هذا الفعل من الشيعة يدل على حبهم للكعبة؟ ألستم تصيحون ليل نهار في قنواتكم الإرهابية أن الشيعة لا يقدسون الكعبة؟ هل نسيت أكاذيبك القديمة؟ دكتور، يعني أكرمني الله هذا العام وأديت فريضة الحج، فالتقيت مع يعني أبو نايف، مش هقول اسمه، وأحد خدام الحرم المدني، فذكر لي وقائع يعني أرجو أن تبحث فيها وأنت الباحث الكبير. قال لي إن الإيرانيات حينما يأتين إلى الروضة يكن حائضات فيحضن فنرفع السجديد بعد أن ينجسوهن بدم الحيض. وقال لي أن هناك أخ سوري سني أمسك بشيعي يلقي بالبراز في محراب النبوة. نعم. هل هذا في دين الشيعة؟ والله أنا بالنسبة لي ما أقول لا أعجب، يعني كلمة لا أعجب هذا تعظم الأمر، هذا نعم. أمر طبيعي. يعني قال لي شلنا 48 سجادة. هذا شيء طبيعي، هم لا يقدسون هذه نعم. الأماكن. إذا كان الشيعة لا يقدسون تلك الأماكن يا كذاب ولا يقدسون الكعبة، فكيف ينصبون مجسم للكعبة في كربلاء ويقبلونها؟ إلى متى هذا الكذب والبهتان على الشيعة؟ هل نسيت يا حفيد السكير يزيد الذي تترحم عليه كيف أنه رمى الكعبة بالمنجنيق وأحرقها؟ هل نسيت؟ أنا أذكرك. عموما الخليفة يزيد ابن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. دكتور طه، أولا من هو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية؟ يزيد بن معاوية رحمه الله ورضي عن أبيه وجده هو أمير المؤمنين. يعني يزيد ملك من ملوك المسلمين، له أعمال صالحة وله أعمال سيئة. من أعماله السيئة أنه وقعت في عهده 3 أحداث كبيرة، منها مقتل الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، منها وقعة الحرة لأهل المدينة، منها حصار عبد الله بن الزبير في مكة ورمي الكعبة بالمنجنيق. هذه 3 أحداث وقعت في عهد يزيد، وكل واحد يعني عظيم حقيقة يعني. فلذلك لهذه ال3 هناك من أهل العلم من أباح لعنه أو أباح سبه لهذه الأمور ال3 التي وقعت في زمنه. هذا عدا ما اشتهر عند البعض من أنه كان يشرب الخمر أو كان
يلاعب القردة أو غير ذلك من الأمور. وغير بعد بعض الروايات رويت عنه أنه يعني كان يسب الدين ويستهزئ به. طيب، هذا إمامك يزيد ابن الزنا الذي تفتخر به وتترحم عليه رمى هذه الكعبة بالمنجنيق وأحرقها، فآخر واحد يتكلم عن الكعبة هم أنتم يا أحفاد الطلقاء. فلولا سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي خرج على سيدك ابن الزنا يزيد اللعين ابن اللعين، لكنا الآن قد انتقلنا من عبادة الله إلى عبادة السلطان يا عباد السلاطين. ثم قال هذا المنافق الكذاب: فلم يفعل هذا الفعل أحد في الكون إلا براهة الحبشي وشيعة العراق، ومن قبلهم شيعة إيران، لأن الإيرانيين عملوا في قم كعبة، ولما هاج وثار العالم الإسلامي عليهم، أنت بتقول جمهوري إسلامي يعني، قال لك ده احنا بندرب الناس عشان يلفوا حولها من باب التدريب. فاهمين القصة ماشية ازاي؟ فاتعملت في إيران المجوسية واتعملت في كربلاء المجوسية. عجيب، إذا وضع الشيعة مجسم للكعبة يقولون يريدون أن يصرفوا الناس عن الكعبة الحقيقية في مكة المكرمة، وإذا وضعوها في مصر ماذا سيقول حفيد يزيد؟ هل سيقول أن مصر تريد أن تصرف الناس عن الكعبة؟ إن الشيعة في العراق أصبحوا أحباش مشركين ملاحدة مجوس زنادقة، لأن هذا الفعل لم يفعله أحد في تاريخ العالم القديم حديثا وقديما. شاهدتم مجسم للكعبة في مصر كما فعلوا في كربلاء، فهل ترضون أن نقول عنكم أنكم تريدون أن تصرفوا الناس عن الكعبة في مكة ونبدأ نهلل ونكبر كما أنتم تفعلون؟ هل يوجد عاقل يقول أن من وضع هذه الكعبة في مصر يريد أن يصرف الناس عن الكعبة الحقيقية؟ أي منطق متخلف وأي عقلية هذه؟ أنتم في أي كوكب تعيشون؟ أين كنت يا منافق حين وضعوا هذه الكعبة في مصر؟ يا وهابية، قلتها لكم مرارا وتكرارا، نحن الآن لا نعيش في عهد قريش، نحن في عام 2021، عام التكنولوجيا والإنترنت، فكلما تكلمتم ضد الشيعة كلما فضحتم أنفسكم وبان انحطاط عقولكم. شاهدوا معي دول أخرى أيضا وضعت مجسم للكعبة. هذا هو الأنموذج الذي تم تصميمه للكعبة المشرفة بساحة الخضراء بالخرطوم للتدريب وتعريف الحجاج لهذا العام بمناسكهم. من هنا بتمشي تزرع الصفا والمروة. الحاج محمد خير واحد من الحجاج الذين يتلقون دورة تدريبية على نماذج تقريبية تعليمية للمناسك بالأراضي المقدسة، فهو الآن يتدرب على السعي بين الصفا والمروة وينتقل إلى رمي الجمرات، فكل شيء تم تصميمه بصورة جيدة حتى منطقة منى والخدمات الأخرى التي يحتاجها الحاج. فلم يفعل هذا الفعل أحد في الكون إلا براهة الحبشي وشيعة العراق، ومن قبلهم شيعة إيران، لأن الإيرانيين عملوا في قم كعبة، ولما هاج وثار العالم الإسلامي عليهم، أنت بتقول جمهوري إسلامي يعني، قال لك ده احنا بندرب الناس عشان يلفوا حولها من باب التدريب. فاهمين القصة ماشية ازاي؟ حلال على هؤلاء وضع مجسم للكعبة وحرام على الشيعة؟ دائما باؤكم تجر وباء الشيعة لا تجر. فلم يفعل هذا الفعل أحد في الكون إلا براهة الحبشي وشيعة العراق. ألا لعنة الله على الكاذبين، خسئتم يا وهابي، أهكذا تنصرون دينكم؟ أنا صراحة لا أستغرب هذا الغباء المفرط منكم، فلطالما شنعتم على الشيعة بسبب لعبة قولتموها ما لم تقل، وقلتم أنها تقول اضرب عائشة الله أكبر، هل نسيتم؟ أنا أذكركم. القادر والوارد أن يمنعوا مثل هذه الأشياء، ربما لا يتضح الصوت على الميكروفون. لماذا هذا الاستهدار؟ اضرب السيدة عائشة. go pull over and save the hostages، يعني روح وقف على جنب واطلق سراح الرهائن. ما في أي شيء عن السيدة عائشة رضي الله عنها. أي منطق أعوج وأي عقول متخلفة هذه؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ اللهم صل على محمد وآله
محمد.